اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الاي سي تي ال، وهو فيديو برنامج الاكسس. برنامج الاكسس من البرامج المهمه اللي احنا كتير بنستخدمها في شغلنا، وخصوصا لو انا الشغل بتاعي بيكون بيحتوي على بيانات كتيره، فببتدي اعمل قاعده بيانات. فقاعده البيانات بتتكون من عده حاجات، اولها هي التيبل، وده اللي بيكون مسؤول عن البيانات اللي انا عايزه احطها. واللي بيعمل التيبل بسميه الديزاينر او الداتابيز ديزاينر او مصمم قاعدة البيانات، وهو اللي بيبتدي يستخدم الجداول في ان هو يصمم قاعدة البيانات، وبيربط الجداول ما بينها وما بين بعضها عن طريق العلاقات، وبيحدد لي كمان نوع البيانات اللي هتكون موجودة في الجدول هتكون عاملة ازاي. تاني حاجة موجودة عندي في برنامج الأكسس هيكون هو الكويري، وهو الاستعلام. أنا ممكن أحصل على مجموعة بيانات من أكتر من جدول من اللي موجودين واللي ما بينهم علاقات، فببتدي أجمعهم في جدول تالت أو حاجة استعلام كده بسميها الكويري. تالت حاجة هي الفورم، وده نموذج إدخال البيانات، وده اللي بيكون مسؤول عنه الداتا انتري أو مدخل البيانات، واللي بيبتدي يدخل البيانات بتاعتي على الجداول بتاعة الأكسس. بس المعروف عليه ان طبعا جداول الاكسس ما بقدرش العب فيها، لان زي ما قلت هي الاساس بتاع برنامج الاكسس، فاي لعبه فيها هيبقى انا بوظت قاعده البيانات بتاعتي. فعشان كده بيكون عندي فورم او نموذج بدخل منه البيانات للجداول من غير ما ادخل على الجداول نفسها، وده اللي بيدخل البيانات بسميه داتا انتري. اخر حاجه هتكون موجوده عندي حاجه اسمها الريبورت، وده التقرير. لو انا حابه اعمل اطبع اي بيانات من الجداول بتاعتي او ما بين الكويري بتاعي، فانا بقدر اطبعه عن طريق الريبورت اللي موجود عندي. طبعا ممكن وانا في الريبورت برضو ببتدي اعمل تصنيفات لي انا هطبع ازاي. يعني لو عندي مثلا قاعده بيانات لمرضى مثلا في مستشفى، فانا عايزه اقول العياده مثلا الفلانيه بتجيب قد كده وعدد الزيارات، بقدر اظبطها كمان. كل الكلام ده في الريبورت. تعالوا بقى نبتدي ندخل ونشوف برنامج الاكسس هيكون بيشتغل معانا ازاي. بفتح برنامج الاكسس ازاي؟ من ستارت، زي ما بفتح اي برامج من برامج الاوفيس. من ستارت، بما اني بشتغل على اوفيس 2016، فانا هلاقي برامج الاوفيس موجوده بره. اللي بيشتغل على اوفيس 2010 هيلاقي المايكروسوفت اوفيس، وهيلاقي منها يدخل هيلاقي برنامج الاكسس. انا هنا بدخل على برنامج الاكسس على طول مباشره. الاكسس هنلاقيه هنا لما بدخل او فتح البرنامج، برضو زي ما بقول هو بيكون مختلف عن البرامج التانية. فهو احنا كل مرة ما بنيجي نفتح برنامج الوورد او الاكسل او حتى الباوربوينت، هو بيفتح لي على ثابت الهوم اللي انت بتقدر تشتغل منها، وبعد كده بتعمل سيفنج للبرنامج. لكن برنامج الاكسس لان البرنامج بيتعامل مع بيانات، وبيكون البيانات دي حاجه مهمه قوي، فانا ببتدي اعمل سيف الاول للملف، وبعد كده ببتدي ادخل على الهوم او الكرييت. انا هعمل جداول ولا هعمل كود؟ فانا هختار بلانك داتابيز. هيبتدي يقول لي هنا الاول انت عايز تسمي الداتابيز بتاعتك ايه، فانا مثلا هسميها رغده. وهيقول لي هنا البراوز بتاعتك انت عايز تسيبها فين، فبتشوف المكان اللي انت عايز تعمل لها سيفنج فيه. فانا مثلا هعملها على سطح المكتب، وابتدي اعمل لها اوكي، وابتدي طبعا اتاكد هنا بقى مكتوب رغده دوت ACCDB اللي هو الاكستنشن بتاع البرنامج بتاعي، وابتدي اعمل هنا كرييت علشان يقدر يفتح لي البرنامج واقدر اشتغل عليه. كده هينقل لي من تابت فايل اللي انا كنت فيها الاول، وهبتدي ادخل على تابت هوم. هو تلقائيا زي ما قلنا ان التيبل هو دي اهم حاجه موجوده في برنامج الاكسس، فهو بيفتح على طول مباشره على تيبل 1. بس لو انا عايز اعمل ديزاين واصمم الكلام والدنيا صح، فانا مش بشتغل على الجزئيه دي، انا هبتدي اقفلها. فهنلاقي هنا في عندي الاكس اللي هي انا بعمل منها كلوز للتيبل. طبعا لو احنا جينا بصينا على الانترفيس او الواجهه اللي موجوده قدامنا، هنلاقيها يعني شويه فيها اختلاف عن اي حاجه احنا اتعاملنا معاها.
هنلاقي بس فيها فايل واحنا اخدناه قبل كده، الانفو والنيو والاوبن والسيف والكلوز والاكونت والاوبشن. تقريبا هي نفس الاوامر اللي احنا اتعاملنا معاها في اي برامج من الاوفيس اللي قبل كده. الهوم هلاقيها برضو، بس مش هلاقي ولا حاجة اكتب فيها، مفيش ولا ايقونة اكتب. الكرييت ودي اللي هتبقى جديدة عندي موجودة، طبعا دي التابات الخاصة أو المتعلقة ببرنامج الأكسس، وتقريبا باقي التابات التانية سواء external data أو database tools دولت التابات المتعلقة ببرنامج الأكسس. طبعا بننزل في الرابط تحت بنلاقي مجموعة الأوامر، وهنلاقي هنا على الجنب في النافيجيشن بار او نافيجيشن بار ده ما كانش بيبقى ظاهر معايا في اي برنامج تاني، وده لان هيبتدي يقول لي انت عامله تيبل ولا عامله كويري ولا عامله فورم ولا عامله ريبورت، وابتدي اتنقل ما بين قاعده البيانات عن طريق النافيجيشن بار اللي موجود قدامي. طيب تعالوا نبتدي نتعامل مع التيبل واشوف انا لما اجي اصمم جدول هصممه ازاي. اول حاجه انا هدخل على كرييت، لان طبعا زي ما قلت هوم انا ما عنديش فيها حاجه اكتب، فانا هبتدي ادخل على كرييت، وكرييت يعني اتش. هبتدي اختار حاجه اسمها التيبل ديزاين. التيبل ديزاين ده اللي انا ببتدي اصمم جدول البيانات بتاعتي. خلوني بس قبل ما نشرح الجزئيه دي تعالوا نوضح حاجه كده، وهو ان احنا لما بنيجي نعمل اي قاعده بيانات او بنيجي نعمل اي جدول، اول حاجه لما باجي اعمل قاعده البيانات او اعمل جدول عشان انظم فيه البيانات بتاعتي، فببتدي ارسم شكل الجدول بتاعي. فاول حاجه هنكون بفكر فيها هي الهيدر بتاع الجدول بتاعي. يعني ايه البيانات اللي انا عايزاها؟ يعني مثلا لو انا قلت عايزه الاسم، وبعد كده مثلا عايزه التليفون، وبعد كده عايزه العنوان او تاريخ الميلاد، مثلا تاريخ الميلاد، وبعد كده مثلا عايزه العنوان. فاول حاجه انا ابتديت افكر فيها قبل ما اكتب بيانات اي حد هو الهيدر بتاع الجدول بتاعي، وده اللي احنا هنكون بنشتغل عليه في برنامج الاكسس. اول حاجه هيفكر فيها وهي الفيلد نيم. الفيلد نيم ده لما بنيجي نعمل قاعده البيانات بتبقى الاعمده بتاعتي بسميها فيلد او حقل، والصفوف يعني لو جيت حطيت هنا مثلا اسم رغده مثلا اول اسم، والتليفون مثلا اي رقم تليفون مثلا كده 0 مش عارف ايه، فده تاريخ الميلاد مثلا 15 10 مثلا سنة 2000، والعنوان مثلا السويس. انا كده يا شباب الكولم بتاع الفيلد بتاع الاسم ده بسميه فيلد او حقل. الاسم بتاعي بقى والبيانات بتاعتي بسميه ريكورد، يعني اللي هو الصف اللي كده بسميه ريكورد. فيبقى الكولم او العمود بسميه فيلد في برنامج الاكسس، والصف بسميه ريكورد. الكولم بيبقى نوع واحد من البيانات، يعني انا هنا مثلا لو نزلت تحت هكتب الاسم، فانا هكتب تحت رغده، هكتب رامي، هكتب يزن، هكتب احمد، هبقى انا ماشيه بنفس الاسامي. التليفون يبقى انا هكتب ارقام تليفونات. فالفيلد نوع واحد من البيانات. الريكورد انواع متعدده، لان انا هاخد بيانات رغده هاخد اسمها ورقم تليفونها، فانا دخلت هنا رقم تاريخ ميلادها، دخلت نوع تاني من البيانات. العنوان انا دخلت نوع تاني من البيانات. فالعمود او الحقل نوع واحد من البيانات، والصف انواع متعدده من البيانات. طيب تعالوا نشوف بقى لما باجي اصمم جدول في الاكسس، فبلاقي كلمه الفيلد نيم او اسم الفيلد بتاعي على حسب ما انا عايز اصمم ايه بقى في الجداول بتاعتي. تعالوا نبدا مثلا بحاجه اسمها الاي دي او الرقم المسلسل، وتعالوا نشوف الداتا تايب ايه انواع الداتا اللي هيكون سامحها لي برنامج الاكسس. برنامج الاكسس هلاقيه مديني نوع من انواع الداتا، واول حاجه هي الشورت تكست، ودي البيانات بتاعتي بتاخد نص
او بتاخد ارقام، يعني سواء نصوص او ارقام، بس بتقف الشورت تكست بيقف لحد 255 حرف. 255 حرف. اللارج تكست ودي اللي انا ممكن استخدمها لو انا عايزه اكتب حاجه زي الملحوظه مثلا، عايزه اكتب عنوان، عايزه اكتب ميمورايز حاجه افتكر بيها حاجه معينه، ودي بتاخد لحد 3555 حرف. لو انا اخترت بيانات نمبر فهختار النمبر الارقام اللي هي available او اللي هيكون مسموح ان هي يتعمل عليها عمليات حسابيه، سواء اجمعها او اضربها او اطرحها، زي مثلا ان انا عايزه عمر، او عايزه بحط مثلا سالري لحاجه، او بحط حوافز لحاجه. يعني ممكن حاجه بحطها ويكون هيتم عليها عمليات حسابيه. ارقام التليفونات لما بنيجي نختار، لو انا هحط في قاعده البيانات بتاعتي ارقام تليفونات، ما بختارهاش نمبر، لان ارقام التليفونات ما بيتعملش عليها علامه حسابيه. وكمان علشان يظهر لي الزيرو مثلا 011 او 012 او حتى 06 سليم، فانا بضطر عشان الصفر الاولاني ده يظهر معايا ان انا اخليها تكست، ما بخليهاش نمبر. الديت اند تايم ده لو انا عايزه ادخل فيلد او هيكون مطلوب مني حاجه متعلقه بالتاريخ والوقت. الكرنسي لو انا هدخل عمله. الاوتو نمبر اللي هو الترقيم التلقائي، ده زي مثلا لو انا بسلسل حاجه، زي مثلا الطلبه في المدرسه، لو انا هديلهم تسلسل 1 2 3 4، فانا مش عايزه اقعد اكتب، فببتدي اديله اوتو نمبر هو بيرقم معايا تلقائي. كمان الاوتو نمبر ده ممكن يكون بيستخدم في اي حاجه زي ارقام البطاقات، على اساس ان هو ما بيتكررش، لان الاوتو نمبر ما فيهوش تكرار في البيانات. يس اور نو، يعني انا لما باجي اسال حد انت اخدت شهاده الاي سي دي ال ولا لا، فببتدي اقول له يس اور نو، بيديني تشيك بوكسز كده شبه اللي بيظهر معانا واحنا بنشتغل في لما بنيجي نجيب البطاقه مثلا او نبني بيانات البطاقه، فبيديني تشيك بوكس مربع كده، بتختار انت مثلا مؤهل عالي، مؤهل متوسط، فبتبتدي تختار اداء الخدمه العسكريه، اديت الخدمه العسكريه ولا لا، او بتحط علامه صح في الحاجه المناسبه ليك. فدي يس اور نو لما باجي اسالك عن حاجه انت اخدتها ولا لا. فايل اوبجكت دي لو انا بعمل قاعده بيانات لحاجه فيها كميه صور كتيره، يعني مثلا قاعده بيانات لحد بيسوق لمنتجات مثلا، اي حاجه زي السوبر ماركت مثلا او حاجه كده. هايبر لينك يعني الارتباط التشعبي، وده ببتدي استخدمه لو انا اكون حاطه مثلا من ضمن قاعده البيانات بتاعتي طالبه الايميل، فبدل ما اكتب له الايميل واكون عايزه ابعت ايميل عليه مباشره، فببتدي اختاره هايبر لينك، عشان لما بكتبه وهنشوف دلوقتي هنلاقي ان هو بيحول لي على طول ان انا اقدر ابعت منه الايميل اللي انا عايزاه. ممكن هوت ميل، ممكن ياهو، ممكن لينكد ان او ويب سايت بتاع لينكد ان، ممكن الويب سايت بتاعك مثلا صفحه الفيسبوك، اي حاجه لينك انا اقدر ادخل عليها مباشره بدل ما اقعد اعمل سيرش عليها. الاتاشمنت وده ان انا برفق حاجه على قاعده البيانات، يعني برفق ملف موجود عندي طالع من برنامج الوورد او برنامج الاكسل او برنامج الاكسس او برنامج الباوربوينت. يعني مثلا لو انا جيت عملت قاعده بيانات للمدرسين او اعضاء هيئه التدريس، ممكن اكون برفق السي في بتاعتهم عن طريق الاتاشمنت. الكالكوليتد اللي هو العمليات الحسابيه، لو انا بعمل قاعده بيانات لحاجه مثلا مرتبات مثلا، فانا حطيت المرتب وحطيت الحوافز وعايزه اجمعها عشان اطلع الاجمالي، او لو انا مثلا حاطه اعمار ناس وعايزه اجمعهم، يعني على حسب انا عايزه اجمع ايه معايا. لوك اب ويزرد يا شباب هي اللي بيبقى ان انا ابتدي اديله قائمه يختار منها شبه القائمه اللي احنا بنشتغل عليها كده، يعني هتلاقوا في سهم على الجنب لما بتيجي تضغط عليه بيبتدي يطلع لك قائمه تختار منها انت عايز ايه. ما بينفعش ان انت تكتب حاجه ثالثه يعني او حاجه مختلفه عن البيانات اللي هو مديها لك. فمثلا يعني ممكن احط في اللوك اب ويزرد مسلم ولا مسيحي،
ذكر ولا انثى، ممكن ابتدي اختار، يعني على حسب انا ممكن هبتدي احدد بياناتي عامله ازاي. تعالوا نشوف مع بعض احنا ممكن نبتدي نصمم جدول الاولاني ازاي، ونشوف هنختار البيانات بناء عليه. طيب انا اخترت الاي دي، وده على اساس ان هو هيكون تسلسل رقمي للناس بتاعتي، فانا هبتدي اختارها حاجه اسمها الاوتو نمبر. هختار بعد كده نيم، الاسم، فالاسم بتاعي مثلا هختاره شورت تكست. هختار مثلا birthday، هبتدي اختاره date and type. ممكن اخد جيرارد. ممكن اختارها، بصوا انا هختارها look up and wizard، look up wizard، فهلاقيه بيبتدي يطلع لي قائمة، فهبتدي اقول له I will type the value of I wanted. انا هبتدي اكتب لك ايه الفاليو او ايه القيمة اللي انا عايزاها. ابتدي اقول له next، فهقول له مثلا ميل وتحتها فيميل، يعني ذكر او انثى. تمام، وببتدي اعمل له ايه next. بقول له limited to list على اساس ان هو ما يسمحش ان هو يضيف حد تاني، يبقى هو يا ميل يا فيميل جاست اونلي بس اللي هيبتدي يختار ما بينهم. هتتكتب هنا عندي شورت تيكتس، اتس اوكي، يعني انا ما عنديش مشكله، بس هي هتبقى بالنسبه لي لما نيجي نقول هنيجي ندخل البيانات، فهتبتدي تظهر لي ان انا هكتب حاجه معينه. مثلا لو انا جيت قلت الحصول على شهاده الاي سي دي ال، فممكن اختارها yes or no على اساس ان انا هبتدي اختار انت حاصل على شهاده الاي سي دي ال ولا. ممكن احط مثلا كمان السي في، وساعتها هختار ان هو يكون attachment علشان خاطر ابتدي ارفق السي في. والسي في عاده بيكون مكتوب على برنامج الوورد، فانا بالتالي هعمل له attachment على قاعده البيانات بتاعتي. اخر حاجه هبتدي احطها مثلا الايميل، ودي طبعا هنختارها الهايبر لينك. انا ابتديت اعمل كده، ده الجدول الاولي بالنسبه لي. فانا حطيت ايه العناصر اللي انا هبتدي اسال الناس عنها، وهبتدي املي البيانات بتاعتي. بعد ما بخلص قاعده البيانات بتاعتي ببتدي اعمل لها سيف او ان انا احفظها، فهتنقل لواجهه تانية، وهي احنا الواجهه اللي واقفين عليها دي بنسميها ديزاين فيو. لو انا هتنقل على الواجهه اللي هبتدي ادخل فيها البيانات، فابتدي ادخل على حاجه اسمها داتا شيت فيو. طبعا هيقول لي ان هو محتاج انه يحفظ الجدول، فاقول له يس. هيقول لي التيبل نيم انت عايزه تسميه جدول ايه، فانا هسميه مثلا رورو مثلا، وابتدي ادوس ايه اوكي. هنا بيقول لي there is no primary key divided. هنا بيسألني أو بيقول لي على حاجة مهمة جدا، وهي حاجة اسمها البرايمري كي أو المفتاح الأساسي. والبرايمري كي من الحاجات الأساسية اللي هتمشي معايا جدا وهتبقى أساسي معايا جدا لما باجي أعمل ريليشن أو علاقة ما بين الجداول بعضها البعض. وبيتوقف وجود البرايمري من عدم وجوده على نوع العلاقة ما بين الجدولين. يعني لو أنا عندي جدولين فيهم برايمري كي، بيكون العلاقة اسمها 1 to 1، ودي أقوى أنواع العلاقات. لو أنا عندي جدول فيه برايمري كي والجدول التاني ما بيكونش فيه برايمري كي، فبيسميها علاقة 1 to many. دي تاني نوع من أنواع العلاقات. ثالث نوع من انواع العلاقات ان الجدولين ما بيكونش فيهم برايمري كي، وبنسميها الكومبلكس او ميني تو ميني ريليشن شيب او علاقه متعدد الى متعدد. البرايمري كي ما بيتحطش على اي فيلد وخلاص، لا بيتحط على الفيلد اللي هيكون بقرر ما بين جدولين. يعني لو انا هربط ما بين جدولين، فانا بقرر فيلد واحد بس زي الاي دي مثلا عاده يبقى موجود في الجدول الاولاني والجدول الثاني، وعلى حسب نوع العلاقه ببتدي احط البرايمري كي. طبعا بيفضل ان انا احط البرايمري كي على فيلد يكون مميز، زي ما قلت بيتحط على الارقام
مثلا الاي دي ما ينفعش احطه على النيم، لان طبعا احنا نص الاسامي عندنا محمد واحمد، فالدنيا هتبقى صعبة قوي ان انا اعمل برايمري كي او ان انا اعمل تمييز للاسامي. الاسامي في مصر هيكون الدنيا صعبة. لكن هو الارقام، وده اللي احنا كتير بقينا بنستخدمه دلوقتي سواء في الجامعة او في اي اماكن، ان احنا بقينا بندي للاشخاص عبارة عن اكواد ارقام بنتعامل معاها. والرقم ده سهل قوي ان انا اكرر عمود الرقم ده في اكتر من جدول واربطهم ما بينهم وما بين بعض، فبالتالي ببقى سهل قوي ان انا اجيب البيانات. فالبرايمري كي من الحاجات الاساسيه اللي موجوده عندي، اللي بحطها على فيلد بيكون مميز ومختلف. فانا اقول له، هو هنا بيقول لي انت مش حاطه برايمري كي، فهو تلقائيا يعني هيحط لي برايمري كي لو انا وافقت على هو هيكون حاطه على الاي دي. يعني هو هنا مبدئيا حاطه على الاي دي لوحده. لو انا عايزه احط البرايمري كي على اي فيلد تاني بقدر اتحكم فيه. يعني مثلا لو انا جيت قلت عايزه على البيرث داي، فابتدي اعمل سيلكت على البيرث داي واختار برايمري كي. اي جدول بيكون فيه برايمري كي واحد ما ينفعش اكرر اكتر من برايمري كي على الجدول. انا هرجع البرايمري كي تاني على الاي دي علشان ايه تبقى الدنيا اسهل. ابتدي بقى ادخل على الداتا شيت فيو، فلاقيه فتح معايا الداتا شيت فيو بالشكل ده، وهنبتدي ندخل البيانات. طبعا لما هنيجي ساعتها هنلاقي ان تابت هوم ابتدت تكون معايا اكتف، يعني بقت فيها بعض الايقونات اكتف معايا، اللي هو انا خلاص هقدر اتعامل مع الجدول. طيب تعالوا نشوف هندخل البيانات ازاي. هو هنا كده قلبها بقى كجدول عادي زي جدول الاكسل، في ان انا ادخل البيانات بتاعتي. فلو جينا بصينا كده، لو انا جيت عند الاي دي حاولت ان انا اكتب رقم واحد، هو كاتب نيو، فهو واحد مش هيكتب اي حاجه لان هو اوتو نمبر، فهو هيكتب تلقائي. فانا هبتدي اكتب مع النيم، فهكتب مثلا يزن، فهلاقي ان اوريدي يزن اتكتب بقى رقم واحد. تاريخ الميلاد لو احنا جينا حتى ندخل اي هنا بيانات هنلاقي ان هو بيقول لي ايه، the value you enter doesn't match the date and the time. البيانات اللي انت مدخلها مش متوافقة مع نوع البيانات اللي هي كانت مكتوبة قبل كده، واللي هي التاريخ والوقت. فمعنى كده ان انا مش هينفع ان انا اكتب حاجة هنا غير ان انا اكتب تاريخ ووقت. طبعا هنلاقي هنا جنب التاريخ والوقت هنلاقي ان في كالندر ظاهره معايا، انا ممكن اختار منها. فانا ممكن اختار اي رقم عادي احطه بالشكل ده، لحد ما شويه هنشوف ان انا كمان ممكن اتحكم في التاريخ اللي انا عايزاه يكون في انهي فتره زمنيه. الجيرند زي ما احنا قلنا انا عايزه اقول ميل او فيميل، فهلاقيه هنا مسافه ما وقفت بس عملت كليكايه فمطلع لي البيانات بتاعتي، انت عايزاه ميل ولا فيميل. الاي سي دي ال، فانا هشوف هو اخد اي سي دي ال. لو هو اخد اي سي دي ال ببتدي احط علامه صح، لو هو مش اخد الاي سي دي ال بسيب الخليه فاضيه. بالنسبه للاتاشمنت فانا هاجي هنا عشان اضيف، هو ما بيبقاش كاتب الاتاشمنت فوق، هو حاطط علامه الاتاشمنت اللي احنا عارفينها. فمجرد بس انا هعمل دبل كليك وهتظهر لي دايلوج بوكس صغير كده، ببتدي الاقي فيه كلمه اد اشوف بقى السي في بتاعتي هي محطوطه فين. فانا هبتدي اختارها من اي مكان، مثلا موجوده على سطح المكتب وليكن. اي برنامج اوكي، وابتدي اعمل له ايه، اد، وابتدي ادوس ايه اوكي. هيبتدي يقول لي ان هو انت حطيتي هنا اتاشمنت واحده. لو انا عايزه اضيف حاجه اتاشمنت تانية ببتدي اعمل دبل كليك وابتدي اضيف اب، برضو نفس الكلام، وابتدي اختار وليكن بالشكل ده وادوس ايه اوكي. تمام، وابتدي ادوس اوكي. طبعا لو انا عايزه احذف حاجه من الحاجات دي بعمل دبل كليك وهلاقي حاجه من الحاجات وهلاقي فيها عندي ايه ريموف. طبعا لو انا عايزه افتحها او اعمل لها سيف فبختار من الاوبشنز او الحاجات اللي هو مديهالي اوبن لو انا عايزه افتحها، سيف از او سيف اول. ببتدي احفظ حاجه معينه او احفظ كل الحاجات اللي موجوده عندي. بالنسبه للايميل، تعالوا بقى لو انا جيت حطيت ايميل مثلا،
لو احنا جينا بصينا كده يا شباب هنلاقي ان احنا الايميل اخد هنا شكل باللون الازرق، واللي انا لو حطيت الماوس بتاعي عليه هلاقيه اخد شكل الايد اللي هو هايبر لينك، لان انا لو ضغطت عليه هيبتدي يفتح لي برنامج الاوتلوك، او ان هو هيبتدي يفتح لي النت واقدر ابعت ايميل لو انا عايزه ابعت ايميل للشخص ده مباشره. هنبتدي بقى نكمل نفس البيانات بتاعتي وهنشوف بعد كده هنعمل ايه في الجدول ده. اهو كده فتح برنامج الاوتلوك عشان لو انا عايزه افتح ارسل ايميل للشخص ده.